مش هضحك عليكي واقولك بطريقه المحلات لانه بصراحه ما بيعجبنيش. انما كل اللي اوعدك بيه ان في فيديو النهارده انا هقولك على مقدار الصح لعمل الكحك بطريقه الناس البركه، ناس ايام زمان، اللي هو جدتي ومامتي والناس الحلوه دي اللي فعلا تاكلي منهم الكحكيه تدوب في بقك على طول. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله. النهارده هقول لكم على مقدار كيلو واحد بس من الكحك. انت حابه تعملي 5 كيلو 3 كيلو، ضعفي كل المقادير اللي احنا هنقولها مع بعض النهارده. كيلو من الدقيق، وضروري جدا الدقيق يكون دقيق مضمون علشان ده هيفرق معاكي في الكحكيه، هتطلع معاكي ناعمه، هتحتاج ميه، كل الحاجات دي هنقولها مع بعض دلوقتي. هتضيفي معلقتين من كل الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي حالا: السمسم، ريحه الكحك، السكر، وكمان اللبن البودر. بعد كده بتروحي ضايفه رشه بسيطه من الملح وتروحي مقلبه كل المكونات الجافه ديت مع بعض. بالمناسبه السمسم اللي انا ضفته هنا سمسم محمص. طبعا هنا انا ببقى طبعا مسيحه سمنه بلدي، دول 2 كيلو سمنه بلدي، انا باخد منهم 750 جرام بس لكيلو الدقيق. يعني كيلو الدقيق بتزودي عليه 750 جرام سمنه. السمنه هنا بتبقى سخنه جدا جدا، ودي الطريقه اللي كانوا دايما بيعتمدوها زمان. طريقه الكحك بالطريقه ديت بتخليه يعيش معاكي مده اطول، غير كده وكده هو بيديكي طعم حلو جدا. بتبسيه الاول، وبعد كده لما تتاكدي ان هو فقد كل الحراره اللي فيه، يعني بقى يا دوبك دافي، بتكوني محضره في الوقت دوت باكو واحد من الخميره الفوريه، مدوباه في نص كوبايه من الميه على نص معلقه من السكر. تختبري الخميره وبعدين تعجني وتضيفي عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر لحد لما توصل العجينه معاكي للشكل ده. خلي عندك سنس كده في العجينه اللي معاكي بتاعه الكحك دي لازم تبقى لينه وناعمه معاكي، وفي نفس الوقت تبقى متماسكه. وفي الوقت دوت خلي بالكم وانا بعجن العجينه لو لقيتيها محتاجه ان انت تضيفي لها ميه علشان تلميها فاعملي كده. انا الحقيقه ضفت هنا ربع كوبايه من الميه بس لحد لما وصلت معايا للنتيجه دي، وده بيرجع طبعا لنوع الدقيق زي ما قلت لكم. عايزه بقى تعمليه محشي، انا حشيته هنا بالملبن، والملبن عاده انا بضيف عليه سمسم وزبده وبعجنهم كده كلهم مع بعض، وبعد كده بشكله الكور. بعد كده بتجيبي واحده واحده ولازم تقعدي تكوريها حلوه قوي علشان ما تشققش منك. طبعا عايزه تشكليه بالبصامه، البصامه دلوقتي بقت اسهل كتير بالمناقيش، بس اللي تحبه جمعي ولادك وحبايبك وجيرانك واقعدوا اشتركوا واعملوا كحك العيد بالطريقه الحلوه دي. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180، بيدخل الفرن على الرف الاوسط لحد لما ياخد اللون الذهبي الفاتح زي ما انت شايفه كده. ما تزوديش عليه في التسويه عشان تلاقيه ناعم وحلو معاكي. بعد كده تسيبيه لحد لما يهدى ويبرد خالص، وتبتدي بقى ان انت تقدميه. عايزه اقول لكم اللي هيجرب طريقه الكحك دي هيدعي لي لانه ناعم ودايب. وعايزه اقول لكم بقى السمنه البلدي عامله شغل جامد جدا، سكر بودر كده من فوق الوش، ويا كحك العيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم جميعا. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي ناويين يعملوا كحك العيد. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.